الأدبي الكبير اللي سببه الفنان هاني رمزي بسبب اسم فيلمه الجديد عمر المختار. هاني قرر تغيير اسم الفيلم ونزل ريكورد بيوضح حقيقة اختيار اسم الفيلم. بس كده عمر المختار على الناس فهمت انه له علاقة بعمر المختار. طبعا ملوش اي علاقة اطلاقا اطلاقا، ولا نقصد اي حاجة خالص. ولو حصل ان في ناس شعرت ان هناك سخرية، انا واحد من الناس لازم اتجنب ده سريعا جدا وممكن نغير الاسم عادي جدا، مفيش اي مشكلة. احنا نازلين نسعد الناس، مش نازلين نضايق حد. يعني احنا بنعمل فيلم علشان نسعد الناس، مش بنعمل فيلم علشان حد يتضايق. فعموما لو ده كان في اي نوع من انواع الحساسية، ممكن تغيير الاسم وكل حاجة، ومفيش اي مشكلة خالص. ونسعى ان احنا نجد اسم اخر يناسب الموضوع، وان فعلا الفيلم ليس له اي علاقة بعمر المختار اطلاقا اطلاقا، ولا نقصد اي اساءة لاي شخص او اي حاجة. طالما ان درجة الحساسية عالية بالشكل ده، وان المسألة الناس فهمت ان ده نوع من انواع السخرية، فاحنا مش ممكن نسمح بحاجة زي كده. وبأكد ان احنا بنسعى لاسعاد الناس، مش لمضايقة الناس او لمضايقة اي حد او اي فئة او اي نوع. فانا كل الشعب الليبي فوق راسي من فوق، وكل الناس انا بكن ليهم كل احترام، لان الناس دي ادتني حب وادتني ثقة.